بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة هنعمل يعني وجبة غدا وجبة عشاء زي ما نحب بقى، لكن هي ما شاء الله كل الولاد بتحبها وبتشتريها من بره، طبعا غالية خالص، اللي هي مكرونة الفرن. وليه؟ طيب وانا عندي كل حاجة متوفرة في البيت. لو انا عندي ربع كيلو لحمة، نص كيلو لحمة بعدد افرادي، واعمل العصاج بتاعي عندي اللي هو البصل اهو، كمية بصل انا فرماها منعماها ناعم، وببدأ احطها على النار زي ما احنا شايفين كده، بديها تشويحة لحد ما بتاخد لون خفيف كده من يعني مصفرة وتدبل خالص معايا. برش عليها طبعا شوية ملح وانا بعملها، بحط شوية الزيت برضو، وابدأ اقلب فيها كده لمدة 10 دقايق ربع ساعة. وطبعا انا حطيتهم على عين اهو زي ما احنا شايفين، وعلى العين التانية هبدأ اجهز الصلصة بتاعت المكرونة. دي بصلاية صغيرة برضو انا حطيتها اهي، وهديها تحميرة كده، لونها هيغمج شوية، هغمج لونها شوية عشان تطلع الصلصة بتاعتي محمرة شوية. بضيف لها كده شوية ملح فلفل بحيجة بيهم، وادي بدأت تاخد لون معايا البصلاية، تاخد اللون الذهبي كده الحلو بتاعها. وانا مجهزة حوالي عصرة، يعني حوالي كيلو طماطم في الخلاط، او بطلع اللي هو الصلصة اللي انا مفرزينها قبل كده. اكياس الصلصة اللي احنا فرزناها دي ما شاء الله مريحة خالص خالص، بتستخدميها في اي وقت. وادي خدت لون كده زي ما احنا شايفين اهو ذهبي، وانا عصرة شفشف الطماطم بضيفه بالكامل عليها، بتاخد وتدي كده مع نفسها لحد ما تتسبك كويس عندي. وببدأ بعد كده اوريكم الخطوة التانية بتاعتها ايه هي. انا طبعا بحط لها نص معلقة سكر زي ما احنا شايفين كده، عشان ما تعمليش حموضة كده على المعدة وتضايقني في اكلها. وادي البصلة بتاعت العصاج لسه ما خدتش، يعني اهي اللون اهي دبلت وخدت لون بسيط كده حلو. وبعد كده هضيف عليها وحدتين فلفل، حبايتين من الفلفل السخن البارد زي ما انت بتحبيه، بتفرميهم كويس برضو، بتضيفيهم عليهم، بتديهم تجليبة كده. ادي شايفين الصلصة انا مش عايزاها اكتر من كده يعني، ولا تتجر خالص ولا. ادي دي معلقة الصلصة بضيفها عليها عشان تتجلها شوية وتديها اللون الحلو بتاعها. انا كده استكفيت خالص بيها، يعني مش هضيف التوابل بس بتاعتي عليها زي ما احنا شايفين، اللي هي معلقة بهارات اللحمة او الفراخ زي ما تحبي، وشوية كزبرة ناشفة، ملح فلفل، يعني البهارات اللي انتي بتحبيها، اللي هتحبي انتي بتستطعميها وبتستلذيها في اكلك. وادي هنا على البصل اللي خد لون كده حلو، بضيف اللي هو نص كيلو لحمة او ربع كيلو لحمة اللي المتوفر عندك ممكن تستخدميه. انا طبعا عملت كمية اللحمة على كد الكمية اللي هعملها لعيلتي في البيت، حوالي تقريبا نص كيلو. وادي بضيف له حوالي كده ربع معلقة صغيرة من التوم الصغير المفروم، ربع معلقة صغيرة ضفتها، وبقلبها كده وبحط البهارات بتاعة العصاج واحيجه كويس، واديله تقليبة كده. طبعا انت عايزة تحطي له حتة شطة حطي له، عايزة تسيبيه كده بارد عشان لو اطفال صغيرين سيبيه، وتحيجيه بالملح الكافي اللي هو تحسي انك يعني انت راضية بيه كده كويس. وادي هقعد اقلب فيه كده لحد ما ياخد ويدي كده مع بعضه، واللحمه تنزل اذا كان فيها نسبه ميه بتاعتها وتبدا تستوي في البصل. ادي زي ما احنا شايفين ما شاء الله هي يعتبر كده استوت وخلاص، يعني انتهينا منها. انا مجهز عندي طبعا اهو زي طاجن بايركس كده، بحط فيه كمية من اللحمة في القاع كده زي ما احنا شايفين. ومجهزة برضو طواجن اللي هي بتاع الفخار، اللي هي ممكن استخدمها برضو اعمل فيها المكرونة. كل واحد بحط له على الكمية اللي انا شايفاها كده، يعني ترضيني ان هي كفاية في الطاجن. مليتهم اهني وحطيتهم، وببدأ اخد من الصلصة اللي انا سبكتها دي جزء كده برشه بالمعلقة رشة خفيفة كده على العصاج، بضيفه كده اهو زي ما احنا شايفين.
اغطيه يعني كده واوزعه بالمعلقة زي ما احنا شايفين. طبعا انا مجهزة المكرونة بتاعتي مش مسلوقة، المكرونة بتاعتي نية ما فيهاش ولا سلقتها ولا اي حاجه. والله عايزه تعمليها قلم ماشي، عايزه تشكليها قلم اللي هو وبرضه او الحلقات الصغيره ماشي، زي ما انتي تحبي. بس هي طبعا بتبقى افضل المكرونه القلم، بتبقى اطعم والذ يعني واحلى. باقي الصلصه اخدتها وضفت عليها كميه من الميه وضربتها في شفشه الخلاط زي ما احنا شايفين كده، وابدا اسقي الطواجن بتاعتي، اغطيها بالميه زي بميه بالصلصه زي اللي انا قلبتها دي فيها كده، وادي كده بحركها تحريكه خفيفه بس كده، وغطيتها خالص بالميه بالصلصه زي ما احنا شايفين اهي. بقى اجيب ورق الفويل وابدا اغطيه كويس كده واحكم كده عليه خالص، يتقفل كويس عشان انا عايزاه يعني البخار بتاعها بعد ما بحطه على نار في النار عاليه في الفرن. وادي زي ما احنا شايفين بعد ما طلعناها وجهزناها وقلبتها كمان في منتهى الجمال، والله طعمها في منتهى الجمال. وما تنسوناش في الشير والله في قناة فنان ومامتها عشان نزلكم كل جديد.